فيلم النهارده بيبدأ قبل 10 سنين، وبالتحديد الجزء الخامس من سلسلة فاست، عند تاجر المخدرات رياس اللي استولى دوم على كل فلوسه وقتلوه. بس قبل ده ما يحصل جه رياس وكان بيكلم دانتي ابنه اللي كان عاوز يقتل دوم، بس رياس قال له اقتل عيلته الأول وعذبه وبعدين اتخلص منه. وجه آخر مشهد في الجزء الخامس لما سرق دوم ورجالته الخزنة بتاعت رياس من اسم الشرطة، وربط دوم وبراين الخزنة في عربياتهم وجريوا بيها وكل عربيات الشرطة وراهم، لكن اتخلصوا منهم كلهم. وعند الجسر طردت عربيات الشرطة اللي بقيت وعصابة رياس دوم اللي فصل العربية بتاعت براين وبقى لوحده في مواجهتهم كلهم. بدأ دوم يخبط العربيات اللي بتطرده بالخزنة ويتخلص منهم لحد ما تخلص منهم كلهم، ودانتي وقع بعربيته في المية بعد ما ابوه مات. بدأ الفيلم مع دوم وابنه في لوس أنجلوس، وكان دوم بيعلم ابنه السواقة باحتراف زيه وقال له انه هيبقى احسن منه كمان. خدوا بعدها الاجتماع مع العيلة على الاكل، واتكلمت الجدة شوية، واجتمع رومان ورمزي وهان كمان، واتكلموا عن عملية من الوكالة علشان معدات عسكرية مسروقة من روما، وان الوكالة عاوزاهم يسرقوا المعدات دي ويرجعوها لهم تاني. هان راح لدوم واتكلم معاه وقال له ان ابنك هيبقى احسن مننا كلنا، وان كل جيل احسن من الجيل اللي قبله. وبعد كده طلب رومان من دوم انه يقود العملية، ودوم وافق. وبالليل جت مرات دوم وراحوا يناموا، وفجأة الباب خبط. فتح دوم لقى سايفر عدوته اللي قتلت ابنه، وكان واضح انها واخده علقه موت، وقال لها ايه اللي يمنعني من قتلك؟ وبسرعه لقيت مرات دوم صحت ابن دوم وقالت له استخبى. قعدت سايفر وقالت لهم انها شافت الشيطان بعد ما كانت فاكره انها هي الشيطان، وقالت له ان عدوي صديقي، علشان الشيطان ده قال لها انها عاوزها تساعده علشان يتخلص من دوم وعيلته، وان هو محتاجها ومحتاج الاجهزه بتاعتها. رفضت تساعده طبعا، بس هو كان مهدد كل العائلات بتاعت رجالتها. وفجاه رجالتها صوبوا رشاشاتهم عليها، واخد الجهاز بتاعها اللي بيعرف اماكن الناس كلها اللي هنسميه عين الصقر، ومشي وخد 2 معاه. رجالتها صوبوا اسلحتهم كلها عليها، بس هي عطلت الاسلحه بجهاز كان في ايدها، وواضح انها ما بتثقش في حد خالص. ودارت معركه بينهم وقعدت تقتل فيهم، وبعد كده واحد من رجالتها شغل الاسلحه وقعدوا يضربوا في بعض، وتخلصت من بعضهم لحد ما خدت واحد منهم في الاسانسير وحاول يقتلها، بس هي اتخلصت منه في اخر لحظه. وقالت لدوم انا معاك لان كل عيلتك في خطر. جالهم مستر نوبادي الصغير بعد ما نقل سايفر لموقع سري، ولما سالهم عن رومان وتيج ورمزي وهان قالوا له انهم في روما في مهمه لحسابكم. قال لهم نوبادي الصغير ده ان مفيش مهمات ليهم، واكتشفوا انه كان فخ ليهم. راحوا روما، وهناك كان رومان وفريقه في المهمه، وبداوا في تتبع العربيه اللي فيها المعدات المسروقه، ونشروا غاز في العربيه. ولما السواق واللي معاه فقدوا الوعي نط تيج ورمزي وخدوا مكان السواق، وفجأة قفلت العربية عليهم وتم التحكم فيها عن بعد. وظهر دانتي وفجر العربية اللي قدامهم واللي وراها كمان، وباين عليه انه مجنون قوي. بعد كده عرف دوم مكانهم من الدخان بتاع التفجير، وفي اللحظة دي اكتشف تيج ان في العربية مش مهمات عسكرية، دي قنبلة كبيرة قوي، ولو انفجرت هتدمر روما باللي فيها. اتواصلوا مع دوم اللي حاول يسبق عربيتهم، وفي الاخر نجح. وفجأة دانتي ربط حبل قدام العربية عشان يدحرج القنبلة من العربية وتمشي لوحدها. وحاول دوم وليتي انهم يوقفوا القنبلة اللي ماشية بسرعة كبيرة، وهرب روم وتيج ورمزي وهان. ركب دانتي موتوسيكل وشافته ليتي وطردته، والشرطة بتضرب نار على دوم اللي بيحاول يوقف القنبلة اللي ولعت نار بس لسه ما اتفجرتش، واخيرا وقفها واتحشرت القنبلة وبقت واقفة في مكانها. وساعتها دانتي حط قنبلة في عربية نوبادي وشافته ليتي وقالت له نط من العربية بسرعة قبل ما تنفجر، وكملت ورا دانتي اللي هي كانت بتطرده. وانفجرت العربية اللي كان راكبها نوبادي وراحت ناحية دوم والقنبلة، والعربية خبطت في القنبلة ووقعتها، وجريت القنبلة تاني. ايه يا عم الحوار اللي مش هيخلص ده؟ جري دوم وراها تاني، وحاول تيج انه يعمل تشويش للمفجر ويبعته ليتي على تليفونها لانها قريبه من دانتي. وحاول دانتي انه يتخلص من ليتي، لكن هي كانت محترفه وفضلت وراه. وفكروا انهم يوقفوا القنبله في النهر علشان تقلل من قوه الانفجار. والشرطه وقفت قدام ليتي وسابوا دانتي يعدي، وانا مش عارف ليه. وفعل دانتي القنبله، وكان قدام دوم 30 ثانيه بس والقنبله تنفجر، والشرطه محوطاه وبتطرده كمان. فتخلص من الشرطة، وعند الجسر طرب العربية وخبط في حامل، والحامل غير اتجاه القنبلة ووقعها في المية، وانفجرت القنبلة انفجار شديد جدا خلى العربيات تطير زي الورق. بس دوم سيطر على عربيته. بعد كده كل الأخبار أعلنت إن المتهمين في الانفجار هم دوم وعصابته. وظهرت بعد كده واحدة اسمها تيس بنت مستر نوبادي الكبير، وكلمت المدير اللي اسمه ايمس وحاولت توضح له إن دوم بيساعد الوكالة وهم بيستخدموه لمصلحتهم. قال لها ايمس إنهم مجرمين وحرامية ولازم يصفوهم ويتخلصوا منهم لانهم بيفسدوا رجال القانون كمان، وحملهم كل الجرائم القديمه. قالت له تيس انهم عملوا شغلهم
علشان تبقى الوكالة ايدها نظيفة ولازم يقفوا جنبهم. رد عليها ايمس واخد رأي كل القادة على قتلهم او اسرهم، فوافقوا بالاغلبية. مشيت وسابته بعدها وقررت انها تساعد دوم لوحدها. قابل دوم ام ديكارد شو وقالت له ان عيلتك بامان، بس قبضوا على ليتي. قال لها انه عاوز يقابل مستر نوبادي. قالت له انه اختفى. قال لها وصلي له الرسالة وهو هيجي لي لاني عايز احمي عيلتي. ظهر ايمس في الطيارة وقال لهم شغلوا عين الصقر وهاتوا لي مكان دوم ورجالته، وعرف ان تيس رايحة تقابل دوم فقال لهم يراقبوها، وطلب منهم يجيبوا مايا اخت دوم وابنه. ظهرت مايا وبي ابن دوم والوكالة هجموا عليهم، وبدأت مايا تضرب فيهم وهم يضربوا فيها. وفجأة ظهر جيكوب اخو دوم وبدأ يتخلص من رجالة الوكالة مع مايا، واضح انه كان جامد قوي. المهم اتخلصوا منهم كلهم واخد جيكوب بي ابن دوم ومشي بعد ما ودع اخته. ظهرت تيس في حانة وقالت لهم انا بدور على شخص. قاموا 2 3 كده واشتبكوا معاها، وبعد ما خلصت عليهم طبعا اتعرف عليها دوم وقالت له ان الوكالة تخلت عن كل اللي ساعدوها، وان ايمس عاوز يتخلص من كل عيلته، وان هي هتوفر له وقت. وكان معاها عين الصقر، وعرفته ان ريس مات بس عنده ابن اسمه دانتي في ريو. قال لها وصليني ريو وكمان خرجي ليتي من السجن. قالت له مستحيل ان انا اخرج ليتي. قال لها دوم اتحل بالايمان، لا اله الا الله محمد رسول الله. راحت لها فعلا السجن وورتها سلسله دوم وعورت ليتي في كتفها عشان تروح تتعالج وسابتها ومشيت. ظهر دوم في ريو عند مكان السباق وفرحوا بيه قوي، وظهرت متسابقه تانية وواضح انها تعرف دوم كويس وكانت عاوزه تسابقه. وفجاه ظهر دانتي كمان، ايه الحلاوه دي، وطلع شنطه مليانه فلوس عشان يدخل السباق. ولما شاف دوم قال له انا عارف انك هتجيلي، وفكروا انه انقذ الفاتيكان من القنبله، وفكروا بابوه كمان. قال له دوم ان ابوك كان سيء. قال له ايوه بس انت سرقت فلوسنا كلها. دوم قال له انا حرقت الفلوس. قال له دانتي البرازيل كلها ملكي. وفريقه في ساعتها طلع مسدسات وصوبوها على دوم، واتباع دوم كمان صوبوا اسلحتهم على دانتي، وكانت هتبقى معجنه لولا ان دوم قال لهم نتسابق احسن. وقبل ما يبدا السباق دانتي قال لدوم انت هتنقذ مين فيهم. عرف دوم انه هيفجر البنت والمتسابق التاني اللي كان صاحبه. وبدا السباق وانفجرت عربيه صاحب دوم، وحاول دوم انه ينقذ البنت وخبط عربيتها فاتقلبت، طلعها منها بسرعه بعد ما ولعت. بعد كده جه دانتي وقعد مع 2 ميتين، قلت لك اهبل ومسك لابتوب وخد فلوس دوم وعصابته كلها وخلاهم على الحديده. بعد كده ظهر رومان والبقيه وكانوا عاوزين اسلحه علشان يوصلوا لدوم، واكتشفوا ان كل حساباتهم اتسرقت. وفجاه طلع رومان فلوس كتير كان رابطها على نفسه، وقالت رمزي الهاكر بتاعتهم دي انها تعرف مكان يشتري منه احتياجاتهم. وصل دوم والبنت اللي كانت معاه واللي طلعت خالة ابنه، وافتكر اختها اللي كانت شرطيه، فطلعت ملفاتها وعرفوا كل حاجه عن دانتي. وصلت رمزي والفريق لمكان يشتروا منه احتياجاتهم، وبعد شويه انتبهوا ان الشخص ده بلغ عنهم فاخدوا منه لابتوب ومشيوا بعد ما ضربته رمزي. وفاقت بعد كده ليتي ولقت جنبها سايفر اللي طلعت غاز من فتحات التهويه ودوخت الدكاتره وحررت نفسها وليتي كمان، وبداوا يمشوا. فجاه بدات ليتي تضرب فيها، استمروا في الخناق والضرب ببعض مده كبيره لحد ما اتعدموا العافيه الاثنين. وظهر جيكوب وبي في الطياره، والمضيفه جابت له ازايز غريبه واضح انه كان يعرفها. قام هو وبي وقام وراهم 3 رجاله، اتغلب عليهم جيكوب بسهوله وركب طياره صغيره هو وبي وطاروا بيها. وصل هان والفريق بتاعه عند مكان شو، وخبط هان على الباب. فتح شو الباب وسحب هان جوه وقفل الباب وقعد يضرب فيه، واضح انه كان بينهم تاريخ قديم قوي. وفجاه ظهر رجاله الوكاله واقتحموا البيت وقعدوا يضربوا فيهم. شو وهان خلصوا عليهم هما الاثنين، وكمان باقي الفريق ظهر لهم رجاله الوكاله وتخلصوا منهم هما كمان. وصل دوم لاسم الشرطه اللي هو ملك لدانتي، وشاف شاشات بتعرض كل قرايبه على انهم اهداف، ورن التليفون وكلمه دانتي وقال له نفسي كنت ابقى موجود معاك. قال له دوم انت ما عندكش شرف ولا عيله. قال له انت خلتني من غير عيله وانا هقتل عيلتك كلها، وقفل معاه. وصل ايمس لدوم وقبض عليه وقال له دوم انت بقيت لعبه في ايد دانتي وبتنفذ كل شروطه. وصلت بعد كده ليتي للسطح وفوجئت انها في القطب الجنوبي، فنزلت تاني واديتها سايفر جاكيت علشان التلج. واجتمع شو والفريق، وفوجئ شو ان امه كانت في اللائحه كمان، فخد كل الاسلحه اللي عنده وقال لهم هجهز وسيله للنقل واكلمكم، ومشوا وسابهم. ايمس كان بيكلم دوم وقال له انا عارف انك قدمت خدمات كتير بس الايام دي راحت، كله دلوقتي على النت. فجاه ربط دوم حزام الامان، قال له انت بتعمل ايه؟ دوم قال له بتجهز للي جاي. وفجاه معلم الصاروخ ضرب العربيه اللي هم فيها. حاول دوم يحمي ايمس وخرجوا من العربيه ودارت المعركه، وظهر دانتي ومعاه البنت صاحبته. في اللحظه دي ايمس ادى لدوم سلاح وقال له انا معاك، وعمل دوم حركه ورفع العربيه بايد واحده وكان مشغلها. العربيه جريت وانفجرت وسط رجاله دانتي، وكمل دوم قتل فيهم. وفجاه دانتي جاب البنت وكان هيقتلها. ظهرت تيس بنت نوبادي وقتلت باقي رجاله دانتي. ساعتها ساب البنت ومسكوا دوم وقعد يضرب فيه والمجنون قعد يضحك. وفجاه ظهرت
هليكوبتر وضرب التيس وإيمس وصوب على البنت، لكن دوم جري وانقذها، والمجنون راح لتيس وخد منها عين الصقر وطار وهدد دوم انه هيقتل ابنه. جري دوم على تيس عشان يطمن عليها وقالت له انك انت هتتخلص منه، واديته السلسله بتاعته وقالت له اتحلى بالايمان برضه، لا اله الا الله. سابها تروح للمستشفى وإيمس قال له تعالى ننقذ ابنك. راحوا بعد كده البرتغال. ظهر بعد كده جيكوب وبي في البرتغال ولسه هيستريحوا، لقوا رجاله دانتي في الطريق، ركبوا العربيه اللي كان فيها مدافع ومشوا بيها، وراهم رجاله دانتي اللي كانوا عاوزين ياخدوا بيه عايش. وبدات المعجنه، وسحب بيه دراع في العربيه وطلع صاروخ فجر عربيتين وجري قدامهم، وضرب صاروخين تانيين وفجر شويه كمان. جه يضرب تاني لقى الدراع معلق، وهنا ظهر دوم بالطياره وقال لإيمس نزلني بالعربيه. وصل دوم للمعركه ونط بالعربيه من الطياره، راح مدمر عربيتين نزل عليهم، وفرح ابنه قوي اول ما شافه، وانضم دانتي للمطارده كمان. وفجاه طلع بيه علشان يصلح المدفع بتاع العربيه اللي هم راكبين فيها، وصلحه فعلا. بس قبل ما يخش مسكوا دانتي وخدوا معاه وركبوا في العربيه بتاعته، وجري وخبط عربيه دوم، فانحرف للطريق العكسي. وكلموا دانتي وقال له ابنك معايا، وخلص البنزين من عربيه جيكوب في اللحظه دي، فحب يساعد دوم ففجر نفسه وسط العربيات اللي بتطاردهم علشان يفضي الطريق لدوم. ظهر بعد كده طيارتين هليكوبتر وحاولوا يسحبوا دوم بالعربيه، بس دوم فتح السرعه القصوى ونط على الكوبري الموازي وخلى الطيارتين يخبطوا في بعض ويتدمروا. وفي وسط ده كله كلم ابنه وقال له اعمل زي ما علمتك، ولف بالعربيه بعدها. فالطيارات المولعه خبطت في عربيه دانتي وقعدت تلف، وقرب منه قوي، وفجاه فتح ابنه باب العربيه ونط منها عند اشاره ابوه، وابوه مسكه ودخله في عربيته وخبط عربيه دانتي، فطلع من الطريق خالص وراح دوم في طريقه لطياره إيمس. وفجاه وهو على الجسر ظهرت عربيه نقل كبيره سدت الطريق، وظهرت واحده تانية على اول الطريق. وقف دوم وظهر دانتي تاني وقعد يضحك على دوم ويقول له انت خبطتني بهليكوبتر، ده انت وحش. وقال له انه وصل للمكان اللي هو عاوزه. وفهم دوم ان إيمس من رجاله دانتي. وفجاه ظهرت طياره فريق دوم، قال لهم اخرجوا من هنا ده فخ، بس كان الصاروخ طلع وجه في جناح الطياره وانفجرت الطياره في الاخر. واعترف دانتي ان إيمس من رجالته من 10 سنين، وبدا يحرك العربيات ناحيه دوم اللي طار بالعربيه بتاعته قبل ما يخبطوا فيه، ونزل على الجسر وانفجرت العربيتين تفجير كبير قوي. وفي الاخر نط بالعربيه في الميه. طلعوا بعد كده من الميه، وكمان دانتي كان معاه قنبله كبيره وهيفجر السد كله. بعد كده ظهرت ليتي وسايفر وسط الجليد. فجاه ظهرت غواصه وطلعت منها مفاجاه جيزيل اللي كانت ماتت قبل كده. المهم ان هم حسسوني ان احنا في فيلم خيال علمي. الحمد لله دي كانت نهايه الفيلم. يا رب تكونوا استمتعتوا بالقصه، ولو عايزين باقي الاجزاء اكتب تعليق، اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك والشير لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل، وشكرا.